السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتقول ان احنا بنعمل الطاجن البامية بلحمة بتقول ما بياخدش سوا في الطاجن. طب في ناس عندها لحمة كبيرة شوية بتاخد سوا. تعال نشوف الطريقة ازاي. معنا بصلة، مكعب زبدة، شوية زيت، شوية ملح، فص ثوم مهروس، كل ده على النار. نقلب الكلام ده كويس قوي لحد ما البصلة تدبل معانا. طريقة سهلة وبسيطة. معانا نص كيلو بامية متقمع ومغسول، هنشوحه مع البصل المتبلة. شوية فلفل أسمر. أنا بعمل الأكل بتاعي من غير بهارات. ادي البامية اتشوحت معانا مع نص كيلو لحمة مسلوق بقى، أيا كان كبير صغير مسلوق. سلقناه الأول عشان خاطر يستوي مع البامية. حطيناه هياخد تشويحة مع البصل والبامية عشان الكل ياخد من طعم بعضه. معانا كوباية ونص من الصلصة الفريش، طماطم فريش مهروسة. حطيناها وغطيناها، نسيب الكلام ده كله يستوي مع بعضه. ادي البامية هنزودها بس شوية كده من مرقة اللحمة، وهنظبط ملحنا. وادي البامية وجمالها وتسويتها بطريقة سهلة وبسيطة. طب احنا عايزين طعم الطاجن يا شيفنا. طب نجيب الطاجن نحط فيه البامية دي كلها، قرن فلفل كده معاه، وفص توم معاه، فص توم ني عشان يزود الطعم بقى بتاعنا. ونحط الطاجن ده في الفرن. ومعنا شوية الرز بتاعنا أبو شعرية، الرز البلد المصري الجميل، بنعمله بالشعرية اهو، مفلفل، روعة. خلاص الرز بتاعنا استوى، نجيبه ونطلع الطاجن بقى بتاعنا من الفرن، ونشوف الروعة والجمال والطعامة الجميلة بطريقة سهلة وبسيطة. طب الكلام ده كله يحتاج ايه تاني معاه؟ يحتاج شوية بتنجان مخلل، ومعاهم بقى شوية الرز بتاعنا. حطينا في بولة وقلبناه اهو. ادي الرز بشعرية، وادي البامية بتاعتنا الجميلة، وشوية البتنجان مخلل مع الرز مع البامية مع شوية ملوخية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.